عزيزي الملحد، تعرف ان جينات سيادتك بتتشابه مع جينات الحمار بنسبه اكتر من 60%؟ وقبل ما تحزق وتشتم اهدى، وانا اقول لك اني كانسان زيك برضه، كلنا بشر زيك برضه. فاهدى كده واعرف معنى الايه العظيمه ان كل شيء خلقناه بقدر. في ذات يوم من الايام كده العلماء حبوا يعملوا تجربه مجنونه يلعبوا بيها في الخلق. جابوا الجين المسؤول عن نمو العين في الفئران وحطوها في يرقه ذبابه الفاكهه. طبعا كانوا متخيلين هيطلع لهم كائن متطور عجيب بقى، زي ما سيادتك برضه اكيد متخيل، فار بيطير او دبانه بديل فار مثلا. ولكن النتيجه كانت اغرب مما تخيلوا. النتيجه ولا اي حاجه ولا اي تغيير. الجين بتاع عين الفار طلع عين ذبابه عادي جدا. خد بقى الاعجب واللي اكتشفوه، كائنين مختلفين تماما اتبادلوا الجينات بمنتهى البساطه وكانهم من فرع واحد. وهنا بيكتشف العلماء ان جينات جميع المخلوقات الحيه كلها متشابهه. اكتر من 60% من جينات البشر هي نفسها اللي في ذبابه الفاكهه، اللي هو نقدر نقول ان كل الكائنات برغم اختلافها الرهيب ده في الاخر من مصدر واحد. ولكن في خالق، في صانع قدر يصنع ويشكل من المصدر الواحد ده ملايين الكائنات المختلفه تماما.